شويه بقى لسان العصفور دول مع شويه المحشي. عايزه اقول لكم ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه العظمه ديت؟ ايه ده؟ انا علشان كده مسميه الصفحه مفيش اسهل من كده مع ماري داوود، وعندكم برضو مسميه القناه مفيش اسهل من كده. تعالوا بقى يا حبايبي اوريكم عامله شويه محشي بتنجان. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ عامله بقى تشكيله كده، عامله بتنجان اسمر وبتنجان ابيض وعامله فلفل وعامله كوسه. شايفين التشكيله؟ تعالوا اوريكم بقى شويه كده تركات انا بحب اعملها كده في المحشي. شايفين؟ انا باخد من الصلصه لازما كده احط على ايه؟ على المحشي. بصوا 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 بصوا. وعايزه اقول لكم بقى كمان انا عامله المحشي ده صيامي، حاجه كده اقتصاديه، وعاملاه صيامي يا بنات. وعامله شويه شوربه بقى، ولا تقولي لي بقى ايه شوربه بط ولا شوربه لحمه. بصوا بصوا بصوا. تعالوا اوريكم بصوا شويه الشوربه دول. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ شايفين؟ تعالوا اوريكم بقى حله الشوربه الاقتصاديه اللي هي بصوا ريحتها جايبه اخر الدنيا. عاملاها. تعالوا اوريها لكم. انا مش هتكلم كتير. بصوا. شايفين؟ ايه رايكم في الجمال؟ ولا المحشي وطعمته وحلاوته. شايفين شكله عامل ازاي؟ حاجه كده تفتح النفس، شايفين؟ انا بقى هسقي كده بالشوربه الاقتصاديه الصيامي الجميله اللي انا عاملاها دي. مش عارفه اقول لكم ايه. الريحه. شايفين التشكيله الحلوه دي؟ ده محشي بتنجان، محشي كوسه، فلفل، بتنجان ابيض، بتنجان اسمر. عايزه اقول لكم بقى انسوا شوربه البط وشوربه اي لحوم، اي شوربه. انتوا بصوا هتعتمدوا الشوربه اللي انا عاملاها دي. انا عاملاها لكم عندكم في الصفحه طريقه الشوربه انا بعملها ازاي، بتاعه المحشي الاقتصادي. شايفين بقى انا بحط كده. احنا عارفين ان البتنجان يا بنات ما بياخدش شوربه كتير. عارفين شويه الخضار اللي في الوش دول هيودوا المحشي في حته تانية خالص. وعايزه اقول لكم بقى كمان في تركايه بعملها. انا بحط بقى على الوش كده شويه زيت كمان. هحط شويه كده بصوا. شايفين التسبيكه القمر دي؟ شايفين دي التسبيكه بتاعت المحشي بتاعت الرز، خدت منها. بصوا بحب احط بقى كده. ياه ايه الجمال ده؟ انتوا عارفين لو تشموا الريحه هتقولوا احنا مش هنعمل الا المحشي الاقتصادي الصيامي. بصوا بقى هبتدي اشغل البوتاجاز على المحشي. بس هحط بقى التركيه الاخيره. هحط ايه؟ شويه زيت كده من على الوش. عارفين شويه الزيت اللي هم بيبقوا على الوش ده؟ عايزه اقول لكم بيدي لمعه للمحشي. عايزه اقول لكم حاجه كده من الاخر، يعني حاجه كده تحفه من الاخر. رشه زيت كده، زيت بقى ذره، عباد، زي ما انتوا حابين. وهسيب بقى ايه حله المحشي دي هغطيها واسيبها بقى تاخد وتدي بشكل ودي. بس بجد لو جربتوا شوربه اللي انا بعملها الشوربه الصيامي الاقتصاديه اللي بعملها هتستغنوا عن اي لحوم او اي شوربه فراخ او اي شوربه لحوم. شايفين اصلا شكل المحشي عامل ازاي؟ ده كفايه شويه الخضار اللي في الوش دول. انا بسيب كل حاجه وباكل الحاجات اللي في الوش دي، الطماطم والجزر والفلفل. وشايفين الشوربه اللي انا عاملاها؟ شويه بقى لسان العصفور دول مع شويه المحشي. عايزه اقول لكم ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه ده؟ انا علشان كده مسميه الصفحه مفيش اسهل من كده مع ماري داوود، وعندكم برضو مسميه القناه مفيش اسهل من كده. ليه بقى؟ لاني انا حابه اعمل الاكلات السهله الاقتصاديه، الاكلات بتاعت زمان، بتاعت امهاتنا، بتاعت زمان، اللي بتعمليها كده
وتملى بيها البيت سعاده وخير. شايفين القمر؟ شايفين عسل. انا بقى لما بوصل في السوا في المحشي في المرحله دي بحب احط بقى ايه شويه زيت من على الوش، شويه زيت كده، زيت عباد بقى، زيت ذره طبعا المتوفر عندي كده. عارفين ده بقى بيدي بقى للمحشي لمعه حكايه. وكمان عايزه اقول لكم على تركايه تعملوها. فين تعملوها؟ لما تيجوا تعملوا التسبيكه بعد ما تعملي الرز، حطي برضه على شويه الرز اللي انت عملتيهم بتوع المحشي، حطي عليهم شويه زيت من فوق وقلبي. برضه الرزايه كده بتبقى ايه مش مطفيه، بتبقى كده ايه بتلمع وجميله كده وانت بتعمليها. ايه العظمه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ طبعا بقى انا هسيب لسان العصفور بقى هغطيه كده ياخد ودي بشكل ودي مع نفسه، وبرده هغطي الحله بتاعت القمر دي تاخد وتدي برده مع نفسها كده. واقول لكم ايه، اكله اقتصاديه جميله مش هتاخد معاكي اي وقت، هتملي البيت خير، وبجد حكايه. وعايزه اقول لكم طريقه الشوربه عندكم على الصفحه وعلى القناه. عايزه اقول لكم ايه مفيش اسهل من كده. باي باي يا حبايبي. رايحه فين؟ ما تنسيش بقى اللايك والشير وكومنت بدعوه حلوه منك. باي باي يا حبايب قلبي.